عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. أنا مش متعود أجي أماكن زحمة زي دي بصراحة، بس واضح إن الحفلة دي مختلفة شوية. يمكن يمكن علشان أول مرة أحس إن في حد شد انتباهي بالشكل ده من أول لحظة دخلت فيها المكان. طب ولفت نظرك ايه بقى فيا؟ الهدوء رغم الدوشة اللي حوالينا. شكلك بصراحة مش شبه المكان خالص، وده نادر. اول مرة حد يقول لي كده. يبقى كويس إن دي أول مرة، بس خلي بالك أنا مش شبه أي حد قابلتيه قبل كده. ايه الثقة دي؟ اعتبرها ثقة ولا غرور؟ خبرة في الناس، وبصراحة أنا أنا ما بعرفش أبقى حد غير نفسي. طيب قول لي بقى، انت بتشتغل ايه؟ خلينا نقول إن شغلي بيعتمد على الناس، علاقات وقرارات، حاجات أكبر من إنها تتشرح في جملة كده وسط زحمة الناس والدوشة دي. كلامك غريب شوية. الغريب هو اللي بيعيش عادي كده، العادي هو اللي بيتنسى، وأنا مش بحب أبقى إنسان عادي. واضح. بس بصراحة أنا مبسوط إني جيت النهاردة عشان قابلتك. شكلنا كده هنكون مع بعض على طول. السرعة دي شكلك ما بتحبش تضيع وقت. بس لما بحس بحاجة حقيقية ما بستناش، بخطف على طول. بصي، انا عارفة انك هتقولي عليا اتجننت، بس انا قابلت شخص النهاردة غريب بطريقة مش طبيعية. يعني مش غريب وحش، لأ، غريب مميز كده. كلامه مختلف، طريقته هادية، بس واثق من نفسه بطريقة غريبة. حاسة اني مش قادرة افهمه، بس في نفس الوقت عايزة ابطل تفكير فيه. انا مش عارفه تفتك زياده عن اللزوم وثقتك في الناس دي هتفضل لحد امتى؟ هو انت واحد لسه شايفاه يا دوبك في عيد ميلاد بداتي تفكري فيه بالطريقه دي؟ انا مش مرتاحه للكلام ده خالص بصراحه. الناس اللي بتشدك بسرعه بالشكل ده غالبا بيبقى في حاجه مش واضحه وراهم، يعني مقلقين شويه. لا استني، بس هو مش زي ما انت فاهمة. يعني هو مش بيحاول يبين ولا بيهزر كتير زي باقي الولاد. بالعكس، ده هادي جدا وكلامه قليل، بس كل كلمة ليها معنى وحساها. فهميني؟ من غير ما اتكلم، نظرات عينيه ليا تجنن. والله انت اللي هتجننيني. افهم ايه بس؟ افهم ايه؟ واحد وواحده في عيد ميلاد ما قعدوش مع بعض الا دقايق، اتكلموا في كل حاجه وعرفوا كل حاجه. طب يا ترى بقى عرفتي هو بيشتغل ايه ولا ما قالكيش؟ هو قال كده كلام مش واضح، مش مفهوم، إن شغله معتمد على العلاقات وقرارات وكده، بس شكل شغله في منصب كبير. اه، هو ده اللي انا كنت خايفه منه، وهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. يعني ايه شغل مش معروف؟ وازاي قلت عليه انه ممكن يكون في منصب كبير لمجرد ان هو ما حبش يظهر شغله بالظبط؟ بصي يا حبيبتي، لما تلاقي حد بيلف ويدور في نقطه اعرفي ان في حاجه مش مظبوطه وانه كذاب. بس هو شكله مش متوتر خالص، وكلامه طالع بشكل طبيعي. يا حبيبتي اللي زي دول بيتقال عليهم صيادين، بيصطادوا الفريسه السهله، مش السهله يعني الوحشه، لكن الطيبه الجميله زيك اللي عندها قلب ابيض ما تشكش في اي حاجه. وهو طول ما هو بيكذب عمره ما هيبان عليه، بالعكس ده هيبان انه هادي جدا زياده عن اللزوم عشان يبان ان هو واثق من نفسه وفي كلامه. انا مش بقولك كده عشان تقطعي علاقتك بيه، لكن بقولك خدي بالك واوعي تتسحبي بسرعه. أنا مش بتسحب ولا حاجة، أنا بس بحكي لك. وبعدين أنا مش صغيرة يعني عشان أصدق أي حد بسهولة. أنت كده على طول كل ما تبقى فرحانة لازم تنكدي عليا بقلق وخوفك ده. اه يعني منك. هو انا عارفه يا ستي ان انت مش صغيره، انت كبيره وعاقله، عشان كده انا بكلمك. لكن قلقي وخوفي ده لاني بحبك وبخاف عليكي. يا حبيبتي انت طيبه زياده عن اللزوم وما تعرفيش الناس، بس في فرق بين حد واضح
وحد كلامه كله إحساس وغموض ونظرات من غير حتى أي حاجة ملموسة تتفهم. النوع ده بيبقى خطر جدا لأنه بيشدك بالكلام مش بالحقيقة. يمكن عندك حق في حتة إنه غامض شوية، بس برضه في حاجة جواه مريحة، مش عارفة أشرحها. الإحساس الحلو مش دايما معناه إن الشخص صح، ساعات بيبقى مجرد انبهار بالبداية بس. وأنا بس عايزاكي تمشي خطوة خطوة، ما تجريش كده، أنا حاسة إنك بتجري. تمام تمام، أنا هخلي بالي، بس خليني أديله فرصة وأشوف. هديله فرصة وأشوف. ماشي، اديله فرصة يا ستي، بس خلي بالك وخلي عينيكي مفتوحة كويس. أي حاجة تحسيها مش راكبة مع بعضها لازم تحكي لي فورا. أنا مش عارف أبدأ منين بصراحة، بس من ساعة ما شفتك وأنا مش قادر أخرجك من دماغي. يعني حرفيا كل حاجة حواليا بقت بتفكرني بيكي، وده إحساس أنا مش متعود عليه. أنت بتعرف تقول كلام حلو. أنا حاسس إني أعرفك من زمان، يمكن مش بالتفاصيل بس بالإحساس، وإحساسي نادرا ما بيغلط. طب إيه اللي خلاك تحس كده بسرعة؟ عينيكي، هدوءك، وطريقتك في الكلام. أنا شفت فيكي حاجات نادرة الوجود، حاجات تخلي الواحد يطمن، تخليه يعيش لحظات حلوة وجميلة. أنا بقول إحساسي. يا ترى كلمة بحبك دي حقيقة ولا مجرد حكاية هو بيحكيها عشان يوصل لقلبها؟ ويا ترى هي هتصدق قلبها ولا كلام صاحبتها؟ يا ترى اللي جاي حب ولا صدمة؟